هلا والله جايز، كيفكم؟ احمد ابو الرب قبل سنه من الان بعيد الحب جاب لخطيبته 10,000 دبدوب احمر. راحت صبا عملت له اغنيه بمناسبه عيد الحب، وبما انه فيديو اليوم عن حلقات وعيد حب وابصر ايش، عشان هيك اليوم جايب لكم اكثر حدا سنجل في التاريخ. يا سنجل انت لازم هتغرق في بحر الدموع، يبقى تنسى الرجوع. ايوه تنسى الرجوع. المهم يا جماعه، اليوم جايب لكم معي ضيف اللي هو يزن ابو عجوه. مرحبا يا جماعة. ليش حاسس حالي زي المتسولين؟ المهم انا يزن، بس هذا الاشي اللي بقدر احكي لكم اياه. جاهز انت عشان ننطلق؟ حمام، قبل ما ابدا بالفيديو ممكن تحكي لي بس عن ايش موضوع فيديو اليوم؟ لانه انا مش فاهم ولا اشي. انا لسه ما حكيت لك. اللي صاير كالآتي: صبا خطيبة احمد ابو الرب عملت له اغنية بمناسبة عيد الحب. كيف؟ احمد ابو الرب عملت له اغنية بعيد الحب، فبدنا نسمع الاغنية اذا حضرتك فاضي ومتفرغ عشان تقيم لنا اياها. انت ما لقيتش غيري اقيم لك اغنية حب؟ يا زلمة انا اخر مرة حبيتش. طبعا يا جماعة، بما انه يزن معانا بفيديو اليوم ما تفضحوناش قدامه. يعني شوفوا صراحة يا جماعة، الفيديو هذا لازم يجيب له 10-20 ألف لايك. أقل من هيك يزن راح يعمل لنا عزارة. على اساس انه يزن نوباني اللي طالع معك بالفيديو. كمل، اذا بتجيب 30 لايك احمد الله. انتوا قطع جيبوا لي 20 ألف لايك. هلو، كيف حالكم؟ أنا رجعت لكم بفيديو جديد على قناتي. صبا بتقول لك رجعت لكم بفيديو جديد على قناتي. من قد ما بتطلع بقنوات العالم. عملوا لايك، خلينا نوصل هذا الفيديو 100,000 لايك. إذا وصل إسماعيل لحالها جاي بتقول لك 100 ألف لايك، إحنا اثنين بتقول لي 30 لايك يا رجل. اثنين زلمة بشوارع. ما انت حكيتها، 2 زلم بشوارب مش بنت. او لا خلاص كمل الفيديو احسن، لانه راح اجيب امه للعيد. مع أحمد السنة الماضية فاجأني بيوم الحب بدببة. عبالي بيتي كله هيك دببة 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 كل مكان. شفت يا حرام، ما عندهم سجاد في البيت معلم، بفرشوا دباديب على الأرض. يا حرام، عندها حدا يهتم فيها، مسكينة الله يعينها. المهم قررت أعمل لأحمد أغنية، بس ما راح تكون أي أغنية. وكان إيش؟ بعد ما اهتم فيها وجاب لها دبابة عملت له أغنية، تخيل. كمل والله عيط هسه. كمل. أنا عيطت خلصت معلم. بس في فكرة براسي لهاي الأغنية، وفي حدا واحد رح يقدم. صوت الصحن هذا عندك ولا عندها؟ عندها الحجة بتجلي. يا عمي خلصوا شغل الدار بعدين صوري. مش خلصوا شغل الدار، يعني انت عامله فيديو كليب باغنيه، ما فيش داعي الفيديو يطلع 14 دقيقه. خلص هو 4 دقائق، اكتب الكلمات، لحن الاغنيه وحل عن امي. ليش احضر 14 دقيقه؟ أنا عشان هيك بحكي لك خليني أقدم، أنت مصر إنك تحضر الفيديو. وفي حدا واحد رح يقدر يساعدنا بهذا الموضوع، واللي هو اكيد بتعرفوه، سمعتوا فيه قبل، دانيال. هاي دانيال. هاي قلبي. ثواني شوي، هي عامله الاغنيه لاحمد ولا لدانيال؟ ايش اللي قال؟ خلينيش عندما انا جبتك على الفيديو معلم، بدناش نجيب العيد، الله يرضى عليك. انا حكيت لك من البدايه، دير بالك. انا بنجبش هيك فيديوهات. اوكي ليتس جو. How are you? I'm great. اوكي يا جماعة، صحيح يا زلمه، ما انك انت بالاردن، انا في شغله حاب اني اسالك عنها، استفسر عنها بالاردن. ليش عندكم كثير بيحكوا انجليزي مع العربي؟ ما بيكونوا فاهمين ايش بيحكوا اصلا. ايش الام جراي هاي؟ I'm great. I'm great. قد ايه اشتغلنا مع بعض من زمان، واغنية التعليقات اخر واحدة كانت كمان شغلي. ابعد عنها ولا مش؟ اذا احمد مش شايفك احنا شايفينك، ارجع لورا وابعد عن صبا، هي مش لك اوكي. على مسافه الامان اللي بينهم انا بلشت اشك الاغنيه رايحه لمين. يا زلمه حاسس انه معموله لاثنين. جيب العيد. بس نجيب العيد، الله يرضى عليك. كمل. كيف طلعت هيك شغلي. شغلي. جيت عندك كمان مرة لانه ايش هاي اسمع لي هاي. جيت عندك سمعت؟ جيت عندك دانيال ولا ساهر منذر ولا ايش؟ جيت عندك كثير فافي. هذا مش من عبدون، لا هذا من جيت عندك حبة مارشميلو معلم، مش زلمة، حبة مارشميلو. جيت عندك عن جد. او ماي جاردنز. اعمل اغنية لاحمد، ما ايش الاغنيه؟ بدي اياها تكون رومانسية بس بتضحك. بدها الاغنيه رومانسيه وبتضحك لاحمد، ورومانسيه لدانيال. اوكي يا جماعة، هيك بنقول وصلنا معاكم لاخر الفيديو. اذا عجبكم المقطع لا تنسى زر اللايك، ويزن خلص يلا تصبح على خير. خلص والله راح اضل ساكت، مش راح احكي. بحب صراحة أنا ما مصدق وإحنا نوصل الأغنية، مش عارف ليش عامل 14 دقيقة يا ليش 14 دقيقة؟ وملخص بريكنج باد 9 دقائق موجود على اليوتيوب. بدها تحلب امها للاغنيه، دافعه 200 ليره تطلع 30,000. بعدين
تحط الاغنيه في اخر 10 ثواني. والله في اشي حلو، المهم انه اشي حلو، مش بدك تبهري احمد، مش بدك اياه ينبهر. صراحه احمد بس يشوف انت كيف كاين تتعامل مع خطيبته حينبهر وحيجي ويبهرك، انا متاكد. اوكي سو عم بعمل هون شغلات على الكمبيوتر. اسمع هو بحاول يطلع كيوت قديش بيقدر، والله انا هذا اللي شايفه. الو يزان، يا يزان، 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 همام جيت وين رحت؟ وصلت مشوار على السريع، رحت جبت من الدكان لاهلي وجيت. انت لسه لهسه ما وصلتش للاغنيه؟ هسه بلشت تغني. طب والله كويس، رحت كسبت بر والدين واجيت وهي لسه ما خلص. لما شفتك صار عندي إحساس. اوف يا زلمه الكلمات شو قويه، لما شفتك بين الناس صار عندي احساس. انا امي عامله جراس، اسمع بدي اروح اكل وارجع. ايش القوافي الزق هاي؟ راس زعتر ولا جبني انساق من احمد ومن صبا، بدي اجي اتعشى معك. وين الرومانسيه اصلا الموضوع؟ كمل هيا لابسه احمر، شو وين الرومانسيه؟ إنك راح تكون شريك هالحياة في الفرحة والأحزان. تعرف لو استاذ عربي يسمع القوافي الا يمزع كتاب النحو والصرف ويروح يشتغل على بسطة بوكسرات بوسط البلد. طول عمري بفكر كيف انجذبت لمغناطيس بيضيع وقت كتير بيضل يلعب راكت ليج. بتعرف هدول سكتشات المصاروي اللي بيكونوا ملوش معنى ابدا، هيك بتفوت على الفيديو بتحضر اول مشهد بتحكي هسه حفهم من المشهد الثاني، بيجي المشهد الثاني بتحكي هسه بكون عامل عقده بالاخير، تيجي العقده بتستوعب انه الفيديو اصلا ملوش معنى. وهي الاغنيه شكلها زي هيك. ايوه يو ضل حتى نظرة احمد وهو برقص مبينة تسليكية، الزلمة صافن. ايش ارد عليها هاي؟ هذا عيد الشجرة، هاي الاغنية مناسبة لعيد العمال، ممكن تعطيني اياها بعيد العمال بنبسط. جبت له، اسمع لو انا جبت له ماوس بادي يمكن ينبسط اكثر من الاغنيه هاي. والله لو جبت لمه فلوجز. شوف انت كيف تطلع عليه، عارف انه الزلمه مش مبسوط ابدا. احمد بحياة امك اضحك بس قدام الكاميرا بس. انت جذاب شعرك كيرلي تلعب حديد كمان بقلبي ذاك كتير امومي يالما عندك اوورد من الناس كلها. بتعرفوا لو خطيبتي تكتب لي هيك اغنية بعيد الحب جكر فيها راح اخطب اخوها. بس جكر لانه الاغنية كثير بتخزي. سفاح هندسة معدل عالي بس 6 مليون مش على الفاضي. جذاب لأبعد الحدود بيقولوا عنك سارق القلوب بس انت مخطوب. ايه همام ايش رايك نسيبك من ام الاغنية نروح نلعب روكت ليج؟ اسمعوا بيني وبينك خلص اسمع الغي الفيديو. حياته كلها بعيد عني. شوف الرقصة. عندي هو نمبر 1 بكل شي. بتمنى يجي هاليوم اللي لحيته فيها تعبي. والله لو انه اعطيتوها لمازن يكتب لكم اغنيه طلعت اغنيه من عيش. شو هاد دانيال انا لو بدي اعمل اغنيه اخر حدا هاجي عنده انت. انا بتوقع انه دانيال يعني كبير يكون ماخذ على الاغنيه 30 قرش، او مثلا جايباله بدالها سندويشة فلافل وعلبه كولا. مرحبا دانيال، بدي تكتب لي اغنيه. او ماي جاد، بحاول احكي زيه انجليزي، حاولوا تكونوا فاهمين. ايش نوع الاغنيه بدك؟ بدي الاغنيه تكون رومانسيه وبتضحك. اغنيه رومانسيه وبتضحك بنفس الوقت؟ ايه اجتني فكره. تفضلي اغنيتك جاهزه. حتى لو الدنيا بتشتي التصوير عنده برايورتي. بس لو في اكل بالموضوع بفضله على كل شيء. ليش استخدموا كلمه انجليزيه؟ ليش؟ عشان تحافظ على القافيه بتشتي برايورتي، فاهم؟ يا باي كم كلمه كان بامكانها تستخدم. ولا كلمه راكبه على اختها من اول الاغنيه، بس على هاي الكلمه عشان بينون احنا جوردن ونحكي جوردن. او ماي جاش وجريت يا يو نو. ايه ايه اسمع بدي اخش عليك باخر الاغنيه اعمل هيك. اوكي بعمل لك ديسكاونت 3%. احمد دفع دم قلبه في الفيديو تبع عيد الحب الماضي، شرب 30,000 دبابة وهي لا عملت الاغنية مكلفيتها 2 وربع حق باكيت دخان. اشكر جد امي وابوي وامك وابوكي
على الخلفه الرائعه. بس سؤال، انت جد لابسه، انت لابسه احمر والله جد؟ العظيم بالصدفه اقسم لابسه احمر في الفالنتاين. بس انا مش لابس احمر صدفه، انا لابس احمر عشان تعملوا لي لايك. اسالكم بالله تعملوا له لايك يا جماعه واشتركوا في قناته، والله الزلمه بيستاهل، مرتب يعني، دمه خفيف. هاي الهديه ولا اطلع. في جد هديه لا حقيقيه؟ لا ما في. هاي ردة الفعل اللي انا بستناها، طهور رياكشن الصح للموقف هذا يعني. هاد كان فيديو اسمه صراحه حبيت اعمل اشي لاحمد. دانيال كم دانيال الدي جي يا جماعه. دي جي؟ اللي كان اوكي جايز، هيك نكون وصلنا معكم لاخر الفيديو. بتمنى انه يكون الفيديو نال اعجابكم. همام المايك معك، كمل معهم انت، لانه انا بدي اروح استفرغ من بعد ما سمعت هاي الاغنيه. ولهون يا جماعه انا دوري بكون خلص، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بوجودي في قناه همام. صحيح يا جماعه، نسيت احكي لكم انه قناه يزن بالديسكربشن، فوتوا عنده واحضروا هذا الفيديو اللي انا فيه واكتبوا لي منور. خلص يلا روحوا كملوا الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى زر اللايك، واذا انت لسه بتحضرني انزل تحت بالتعليقات واكتب لي اخضر، بدي اعرف مين اللي لسه بيحضرني للاخر. اوكي عين عليكم ترى. وبس والله، بشوفكم فيديو جديد. Peace out. أمي طبخت بامية وأنا بدي كوسة كثير حامية، أخوي اسمه موسى، بدي منسف مشان الله، بدي منسف.